ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه من احلى واخف الكيكات اللي ممكن تعمليها في البيت، ريحتها تحفه بمكونات اقتصاديه. هتقومي تعمليها دلوقتي، هو مكون واحد بس اللي انت هتشتريه. بجد هتلاقي طعمها هش جدا وفيها نكهه البرتقال، وهي احنا مش هنحط لها برتقال ولا حاجه. نشوف الطريقة مع بعض. هنحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وده المكون بتاعنا اللي هو فروتي بالبرتقال. ده بيخلي الكيكة في حتة تانية رابعة عشرة. بيخلي الكيكة جميلة جدا وهشة وناعمة وطعمها تحفة. هنحط بقى الباكت البرتقال اللي هو الفروتي. وبعدين هنحط ده انا عاملة يعني كيكة في اللي هي الصينية الكبيرة. لو صينية صغيرة تحطي كوباية سكر واحدة، لكن اللي هي الصغيرة اللي هي 24 دي. لكن انا عاملاها كبيرة فكأنها مقدارين يعني، وبيضتين بس. شوفوا بقى. اقتصادي اقتصادي يعني. فانا حطيت كوبايتين سكر، كوبايتين زيت، كوبايتين مية. بعد بقى ما حطينا كوبايتين المية، هنضرب بقى المكونات دي مع بعض في الخلاط او بالهاند بلندر. الاتنين زي بعض يعني مش هتفرق. بس ايه بقى؟ الكيك تضربيه في الاول كويس، يعني تضربي البيض والسكر والزيت وكده، تضربيه كويس جدا لحد ما اللون يفتح. بعد بقى لما نيجي نحط الدقيق ما تضربيش كويس، يعني اللي هو يا دوبك الدقيق يختفي عشان ما يربيش معاكي عرق وتلاقي الكيك معاكي ناشف. ليه دايما الكيك بيطلع ناشف؟ عشان تفضلي بقى تقلبي تقلبي فالدقيق يربي عرق. فلا، ما تعمليش كده. انت يا دوبك ايه، في الاول بتضربيه كويس قوي بالخلاط او بالبلندر، وبعدين لما نيجي نحط الدقيق يا دوبك الدقيق يختفي بس. هنا بقى ايه، انا نخلاه برضو الدقيق، بس ايه قلت اما نخله تاني. كل ما تنخلي الدقيق بيخلي يعمل هوا ويخلي الكيك معاكي هش جدا. هنا بقى انا حطيت طبعا برضو زي انا حطيت تقريبا يعني كوبايتين وشويه دقيق. برضو ما نحطش الدقيق مره واحده عشان الكيكه ما تبص مننا طبعا، ولا نعوز يعني بنحتاج بنضيف تاني. وانا حطيت هنا اللي هو كيك شيف. حطيت تقريبا معلقه ونص من اللي هو البيكنج باودر. حطيته برضو مع الدقيق ونخلته بالشكل ده. برضو ده بيخلي البيكنج باودر يتوزع في ايه، في الكيك كله. بعد كده بقى بنقلب يا دوبك ان هو الدقيق يختفي، ما بقلمش كتير بالشكل ده كده. عشان ايه؟ زي ما قلت عشان ايه، ما يربيش عرق وتلاقي الكيك يبقى ناشف منك والناس تشتكي تقول الكيك ليه مش طري، بسبب التقليب الكتير بعد ما بنحط الدقيق. هنا بقى انا جهزت الصينيه وحطيت لها زيت ولا دقيق ولا اي حاجه، انا بحط لها زيت بس، ولا بتلزق ولا اي حاجه. حطيت طبعا احنا اول ما بنشتغل في الكيك بنشغل الفرن عشان نحط الكيك في صينية فرن. في صينية فرن في فرن متسخن قبلها بحوالي 15 دقايق كده. طبعا كل شغل الكيك ما بياخدش غير 10 دقايق بالظبط. بتحطيها على درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص. ولو لقيت وشها محمرش بتشغلي لها الشواية دقيقتين وشها يحمر. طبعا كالعادة احنا مبنسيبش الحاجة تبرد. انا سبتها تقريبا 5 دقايق، يعني 5 دقايق بالظبط. وبعد كده بقى ايه، قطعناها حقيقي هتلاقي طعمها حلو جدا وبتدوب في البق وهشة، وهتفضل معاكي لتاني يوم طرية زي ما هي بالظبط كأنك لسه عاملاها. قعدت معاكي يعني لتاني يوم. هي بصراحة بتبقى حلوة جدا مع الشاي بلبن او شاي او قهوة. بتنفع ممكن نفطر بيها، يبقى ساعات كده بنزهق من الفطار نفطر بيها مع الشاي بلبن. او بتنفع يعني تبقى تحلية خفيفة كده بعد الاكل زي الناس اللي بتحب تحلي زي كده. وبتفضل معاكي لتاني يوم، ما بيحصلهاش اي حاجة، تفضل طرية لتاني يوم، تبقى هشة ومش ناشفة ومش مكتومة. ان شاء الله كده يعني تستحق التجربة. وكده يبقى الفيديو خلص. يا ريت لو عجبكم حاجة في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوش مشتركين. دمتم في امان الله.